مساء الخير. لو بتشوفوني بالليل يبقى مساء الخير، ولو هتشوفوني الصبح يبقى صباح الفل. ازيكم احلى اخوات واحلى متابعين؟ يلا بينا بس نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا ندعي لبعض ونقول ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين، ويشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، وفك كرب كل مكروب، واصلح حالنا وحالكم. قولوا امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. هي الست اللي بتعمل ايه؟ مش عارف. يلا نسمي لو نشوف هنقول نعمل ايه. دي الطماطم اللي انا كنت جايباها معاكم. شلت منها اللي هيتحط في التلاجة الناشف، وخدت الطري او الطيبة يعني زي ما انتم شايفين. غسلتها ونضفتها، كنت غسلاها قبل كده ورجعت غسلتها تاني وقطعتها وفتحتها 4/4 لان ساعات بيبقى قلبها مش نضيف من جوه. وحطيت عليها قرنين فلفل، وحطيت عليها راس بنجر صغيرة، وحطيتها على النار. ولا ميه ولا اي حاجه خالص، حطيها بس على النار كده لحد ما تهبط كده. شوفوا هي كانت قد ايه وبعدين بقت قد ايه في الحل. عايزه اقول لكم الفيديو ده على يومين. في اليوم اللي انا حطيته الاولاني، في اليوم ده انا كنت طبخت باميه وحطيت البتاع الطماطم على النار وما كملتش الفيديو معاكم، حتى ما نزلتش الباميه، مش مشكله. المهم في 3 ايام كده كنت بعمل يعني لقطات من الفيديوهات، بس بيجيلي حاجات على في اليوم فما بقدرش اكمل الفيديو ده. انا بقول لكم الصراحه يعني، ده اول يوم قطعت الطماطم وحطيتها على النار، ده كان اخر النهار. ده تاني يوم بقى تمام. المهم مسكتها بالهاند بلندر او بالخلاط بعد ما تبرد عادي. اي في ناس بتعينها بتفلها، ما تعينهاش بتفلها لان التفل دي بتعب في المعده وما بيبقاش حلو. افرميها في الخلاط بس ما تحطلهاش ولا نقطه ميه ولا اي حاجه خالص. هي كل ما تضربي خدي من الطماطم هتنضرب لان بيبقى فيها ميه وكده. صفتها انا كده، صفتها اهو. رجعت فضيتها في حاجه وهو صفتها بالمصفى وحطيتها في الحله تاني. بما ان هي كانت هي غلوه واحده بس، حطيت لها قولوا 2 كبار سكر، حطيت لها معلقه ملح وخلاص كده، وحطيت لها بابريكا. ولا ما حطيتش بابريكا كمان لان انا كنت حاطه اصلا فلفل احمر وحاطه بنجر. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. غلوه واحده وزي ما انتم شايفين كده. سمينا الله بقى وجبنا الكوبايه بتاعتنا. شوفي بقى المعيار بتاعك او الاكل بتاعك، عايز كوبايتين عايز 3 لكن مطلق الحريه. شوفي انت بتطبخي قد ايه والاكل اللي يكفيكي قد ايه. خلي بالك ان الكوبايه دي بتعادل يعني نص شفشق طماطم لانها متسبكه. يعني الكوبايه اللي انت هتاخديها دي اعرفي ان هي متسبكه يعني فيها طماطم كتير. انا عملت الطماطم دي عملت منها 5 اكياس وشيلت كمان للاكل. المهم وانا شغاله، هو اليوم اصلا كان طويل. الراجل بتاع الفلازرات جه لان الفلازر عندي بايظ وكان عايز يتشحن. جه بص عليه وقال لازم يجيلي شويه. والراجل بتاع فرش الركنه اللي هيعمل لي الكفر اتصل وقال انا جاي شويه. واصحابي واحده صاحبتي جات. اليوم كان طويل طويل طويل. طب قلت هتعمل ايه بنتي يا نور؟ كنت لسه هطبخ. المهم شلت صلصه من اللي انا مسبكاها هعمل بها صلصه المكرونه. كنت اعمل بقى مكرونه وبيض وبطاطس وبتنجان والكلام ده كله. انت بتطبخي مكرونه كتير يا نور؟ لا والله، هي الفيديوهات اللي بتيجي ورا بعض بس هي اساسا ما بينها وما بين بعض مسافه طويله. ايا كان يعني هو كله اكل عامه. يا رب تكوني جايبه خروف. ايا كان هو الاكل ايه. وبعدين احنا مش هنحكم على الناس بالاكل. لما تحبوا حد ما تحكموش علينا من بيته ولا من اكله ولا من شرب. احكموا عليه بالبني ادم ذات نفسه، بروحه، بكلامه الطيب، باسلوبه الطيب، ان هو مش كذاب، ان هو مش بتاع كلام، اللي هو مش بينقل كلام، اللي هو روحه حلوه. ان انت تقعدي مع حد قلبه طيب بمعنى اصح. اوعوا تحكموا على الناس. المظاهر كتير، المظاهر كتير قوي قوي قوي، بس المظاهر كذاب. اقسم بالله العلي العظيم. لما تيجي تتعاملوا مع بشر ما تاخدوش من مظاهره او من بيوته او من لبسه، او خدوه من روحه الطيبه، من كلامه الحلو، من الصاحب الجدع اللي هيقف جنبكم وقت الزنقه، من الصاحب اللي وقت العوزه هتلاقيه، يوم ما تزعلي وتحب تتكلمي مع حد هتلاقيه حد يطبطب عليكي وقت وجعك. ربنا يبعت لكم الناس الحلوة في حياتكم يا رب العالمين، احنا وانتم يا رب. الله أكبر والعزة لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المغرب بيأذن. وعايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين كمان بالسنه الجديده. كل مره لحد ما السنه تخلص خالص ونبدا سنه جديده، كل سنه وانتم طيبين وانتم مبسوطين وانتم فرحانين. او المهم حطيت الزيت وحطيت 2 معلقة خل وبعدين حطيت الميه. جربوا المكرونه بالخل وقولوا لي طعمها عامل ازاي. المهم بقى ايه، وكالعاده يا ساده، وحددت كل يوم مواعيدنا الجميله اللذيذه الطعمه.
اللي يا رب ما يقطع لها عادة معانا ابدا يا رب. عايزه اقول لكم ان الصينيه اللي على ورده موف دي وقعت اتفشت 900 حته، يلا خدت الشر وراحت على العوض. ما تزعلوش على الحاجات البسيطه دي. كل حاجه بنزعل عليها والمال بيصعب، بس صدقوني بتيجي حاجات في 60 دهي. ربنا يسترها مع البني ادمين، اهم حاجه يا رب العالمين، ويرزقكم رزق حلال، ويملئ قلوبكم كده حب وايمان وتقوى لبعض، وربنا ما يوقعناش الا في الناس الطيبه الحنونه الكريمه اللي لسانها حلو كده، مش اللئيمه الخبيثه اللي تاخد منك وما تدلكيش، مش تاخد منك حاجه، لا كلام يعني. انتوا عارفين الناس اللي تحب تلقط منك حاجه كده عشان تاخد معلومه منك تنشرها على الفاضي. ربنا يرحمنا يا رب ويعافينا. اسفه جدا. في الوقت ده ما كانش حد لسه جاي، انا قلت بقى اغسل مواعين واشطب المطبخ واروقه والدنيا، وانا بعمل الاكل كده لمت كل حاجه في المطبخ بقى. انا ما اعرفش والله هو بيولد يعني، بس عادي يعني انه يتكاثر يتكاثر يتكاثر، بس عادي والله العظيم. انا لما اجي اقف كده واغسل مواعين اقول لا اله الا الله سبحان الله، يا المواعين دي جت منين يا ولاد؟ اكيد المواعين دي بتحبني، اكيد فيها سر حب ما بيني وبينها خارق. يلا لعل وعسى بيوم من الايام نجيب غسالة اطباق يا جماعه، والدنيا حد عالم بكره في ايه، الله اعلم ورسوله. المهم تنسونيش بقى في اللايك الحلو، كومنت حلو منكم، شير للقناه، اصحابكم خالاتكم عماتكم، واللي ما عندهوش حد يبعتوا لاي حد، يدور على اي حد يبعتوا له عادي يعني. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يعني ما تعملي لايك يعني؟ حتى صبعك هيوجعك وانت تحطيه في الكهرباء؟ سؤال يعني معلش يعني، ايه اللي زعجكم من ناحيه اللايك يعني؟ اللايك دي انت بصبعك كده هتضغطي على اللايك، لا انت مدياني فلوس ولا انت مدياني حاجه من بيتكم، عادي يعني والله العظيم، ده حاجه سهله وبسيطه اكنك بتتكي على كوبس الكهرباء، فعادي يعني حط لايك، حط لايك. اكتب، مش هتكتبي يا ستي، مش هتعرفي تكتبي، خلاص ما تكتبيش، حط لايك وخلاص. وانا هعرف ان انت حطيتي لي اللايك وقلبي هيبقى فرحان ليكي وكده ومبسوط والدنيا معاكي زي الفل زي الفل. بس خلينا كده عندنا يعني امانه كده، امان. اسفه ان انا قطعت التليفون ورجعت تاني. يلا المهم ان انا جيت لكم يعني ما تنسونيش. هنا زي ما انتم شايفين بقى خلصت، يعتبر خلصت المواعين ماشي. كنت عامله الباميه وبعدين كنت حطاها في الحله الاستانلس دي، وربنا يكرمهم جم قاموا مولعين على الحله ومعليين عليها، لزقوها في قلب الحل، الله يسامحهم. يلا الحمد لله. الفرش السلك دي بقى بتنفعني في كل الحاجات دي، شوفوا هتخلي الحله زي الفل. طلعت كل الارضيه اللي في الحله وغسلتها ونضفتها وخليتها فل شمعه منوره. تسلم ايديك يا بنتي يا نوره، بلا فخر يعني، مش حب نفس بس ثقه الحمد لله. اللهم لك الحمد يا رب. وديت الحله ورجعت وريتها لكم تاني. بفضل الله خلصنا المواعين. نرجع نشوف هنعمل ايه. كان عندي كام قشره استفندي كده، واحنا ما بنرميش حاجه، هنغسلهم ونحطهم في مصفى وما ينشفوا نحطهم في المش. تسلم ايدي اهو، هناكلهم في المش بقى. عايزه اقول لكم ان الاستفندي دي بيخلي المش ريحته جميله وطعمه حلو، وبيحلي المش كمان وطعمه تمام. فما يكون عندك، لو انت عندك مش، حط القشر الاستفندي الحلو ده فيه، اللي بيبقى ريحته حلوه وكله ميه، ده مش الكلامنتينا، لا الاستفندي. ده الفلفل الاحمر اللي انا كنت جايباه معاكم، وبما اني غسلته ونضفته وخليته فله شمعه منوره. شلت البذر اللي جواه اهو. هنجيب الكبه بتاعتنا ونفرمه عشان نحطه في الفريزر، وبعد ما نحطه في الفريزر هنعمل ايه بيتشي يا نوره؟ هنبقى نطبخ هنعمل بقى. عايزه تعملي عليه توم براحتك، مش عايزه تعملي على، انا مش بعمل عليه توم لاني بحطه على اكلات مش عايزه توم تمام. لما اكون عايزه توم بجيب توم لوحده. هنا بقى امسكه في الكبه كده افرمه، وتحطي عليه معلقتين ملح، وفي الاخر حطي عليه معلقه زيت عشان لما تيجي تاخدي حته الفلفلايه كده تتخرط معاكي كده بالمعلقه اهو. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يجعل عندنا وعندكم وعند الناس كلها الخير يا رب. سامعين صوت عربيه بتشتغل؟ اختي انعام العزيزه، لو انت بتحبي تسمعي هسه الشارع بتاعتنا عادة اسجلك على الثالث وار بره، مفيش مشكله، بس انا بقعد اخش هنا وهنا عشان الصوت. يلا الحمد لله فضل ونعم. هنا زي ما انتم شايفين بقى همسك الفلفل بس بنزله تحت كده عشان ينعم كله زي بعضه، وما تفرموش قوي عشان ما ينزلش ميه كتير اهو. بسم الله ما شاء الله. بينفعك بقى في طبيخ، في حاجات كتير قوي. هو اساسا الفلفل الاحمر ده سبحان الله بيخلي طعم الاكل حلو. في ناس بتشتريه من السوبر ماركت جاهز يعني، في السوبر ماركت بس بيبقى غالي قوي يعني. انا اسفه على صوت العربيه.
معلش يا جماعه، انا كل ما اوقف الفيديو الاقي حاجه اشتغلت، فهنكمل الفيديو. انا هنكمل الفيديو، هعمل ايه يعني؟ المهم فرمت الفلفل زي ما انتم شايفين، حطيت عليه ملح ناعم وقلبته في بعضه، وحطيت معلقه زيت برده، معلقتين زيت كده. كان الراجل جاي بتاع الركنه يعني. المهم كنت بعمل قهوه. عملنا بقى في الكنكتين كده عشان ننجز وقتنا ونعمل القهوه سريعا. وتعالوا اشربوا معانا قهوه يا ولاد. انا ما اعرفش الصوره بتروح وتيجي ليه. مش انت يا رضينا اللي كنت ماسكه الكاميرا؟ مش تخش النور. المهم هنا زي ما انتم شايفين خلصنا القهوه. هنجيب الصينيه بقى والميه كده يلا اتفضلوا يا جماعه معانا. خلصنا وقلنا خلاص صلصه المكرونه خلصت والبيض خلص والمكرونه كنت حطاها على النار. هنقلب كله في بعضه وهنقلي البرنجان. هنا بقى كنت بقلي اقشر البرنجان واقطعه واحط عليه شويه ملح. عم اقلي البطاطس يكون هو نزل الميه اللي فيه كده عشان ما يشربش زيت كتير. وكنا انا طلعت له دقه من الفريزر جاهزه. الحاجه اما بتكون عندك بتسهل عليك كتير 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 والله يا ولاد. اليوم كان حلو وكان عندي اصحابي وحبايبي، قعدنا وسهرنا واللهم لك الحمد يا رب. ربنا يديم الناس الحلوه في حياتكم، اللهم امين يا رب العالمين. مش عارفه اقول يعني المهم. بس يا بنتي اسكتي بقى، ما تضحكنيش. هنا زي ما انتم شايفين بقى دخلنا في الجد. قلت البطاطس اهو. كنت بقلي يعني، طلعت فلفل من الفريزر اللي انا عاملاه اللي هو الاحمر على الاخضر، وليمون وخل وشويه بقى دقه من اللي انت عاملاهم كده. وكلي احلى برنجان والله، احلى برنجان ممكن تاكلوه في حياتكم. هنا زي ما انتم شايفين بقى هخلص البرنجان يعني خل يعني ليمون يعني كزبره وكمون وبابريكا وملح وشطه والكلام ده. الله عليك يا عم بخ. المهم قلبنا الخلطه كده وبعدين هنروح بقى نكمل بقيه اليوم. بقيه الطبيخ عشان هنحط الاكل. هتاكلي صحابك مكرونه وبطاطس وبيض فضل ونعمه ورضا ورزق الحمد لله. ما انا قلت لكم قبل كده الحب مش بالاكل، اللي يجي عندك وقت ما تكون عامله اي حاجه بقولك بصله المحب خروف. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا عارفه ان نفسهم راضيه وهم بيحبوا اي حاجه انا بعملها. اللهم لك الحمد. ربنا يديم الود ما بيننا يا رب العالمين، ويجعل عندنا وعندكم الخير دايما يا رب. رهف كانت مستعجله، كانت بتقول لي انا جعانه وانا بقول حاضر اخلص البتنجان بس وجاي. يلا يا ولاد اهو زي ما انتم شايفين كده هرص البتنجان. الله عليك يا عم الحاج. الموتور كمان اشتغل. هو اليوم طويل من اوله والفيديو والفيديو مقرور عليه والله ما كنت فاصله خلاص لقد نفذ رصيدي يعني. هنا زي ما انتم شايفين اهو خلصت. هغرف بقى المكرونه كماني وهنحط الاكل. يلا بينا. بظبط التظبط يعني، برص الحاجه كده يعني. ما اخلي عايزه اقول لكم ان الليفت ده بقى له شهر ونص والله يا ولاد. شوف الفيديو كمان. غرفنا شوفوا المكرونه مفلفله وزي الفل. تسلم ايدك يا بنتي يا نور. وده كان طبق باميه عندنا جبناه، وكان عندنا عيش واللهم لك الحمد. وديمها علينا نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. ما تنسوش اختكم في كلمه طيبه، دعوه حلوه تترد لكم بالمثل. واستنوني الفيديو القادم ان شاء الله. ما تنسوش اختكم بقى بدعوه تترد لكم كده بالمثل. اللهم امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.